السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده هروب اللبن. انا معايا 2 كيلو لبن جاموسي. جايباهم وجبت حاطط شويه لبن كده وعليهم معلقه زبادي، وهضربها كويس بالمضرب كده لغايه ما الزبادي يندمج مع اللبن ما يبقاش باين خالص. جايبه اللبن النهارده ب18 جنيه، غالي خالص. ربنا يرحمنا من رحمته يا رب. وقلبته كويس كده، بص لغاية ما الزبادي اندمج خالص مع اللبن، بقى الاتنين واحد كده. بصوا تقيل ازاي. بس بقى وهنزل بكمية اللبن اللي معايا، دول 2 كيلو لبن. بس كده قلبتهم كويس. هفضي حبة بقى في اللبانة عشان برضو اخد اللبن اللي فيها والقشطة كلها. قلبتهم كويس ونزلتهم كده. اللبن ده انا كنت مدفيه على النار، غلياه وسبته برد، بس لسه فيه يعني دافي شوية. ونزلت عليهم بقى في الطاجن، فضيتهم كلهم. بس بقى كنت مشغلة الفرن وطافياه، شغلته لغاية ما سخن خالص وطفيت عليه. وبعدين حطيت اللبن لتاني يوم لغاية ما عمل بقى معايا كده تقيل خالص. خلاص كده بقى تقيل، بقى لبن رايب كده وبالقشطة بكله، ما جتش جنب اي حاجة فيها. نزلت عليه بكيس بيكنج باودر، ونزلت عليه بكيسين خميرة، وهنزل عليه بقى بايه، بقى معلقتين سكر ومعلقة ونص معلقة ملح، عشان اعمل لكم احلى قرص وموفرة خالص. يعني بكوبايتين زيت ونص كوباية سمنة هعمل لكم احلى 6 كيلو قرص. وما شاء الله جميلة وموفرة، تخليها طول الشهر. كل كيس تعمليه 10 قرصات كده تكفيكي طول الشهر عندك. انا اعتبر حاطط كده كوبايتين زيت، كوبايتين بتوع الشاي كده، ومعاهم كوباية الا ربع سمنة. انا ما كترتش قوي ولا سمنة ولا زيت برضو عشان تبقى موفرة وما تبقاش دسمة قوي. خلاص كده انا جبت نوع الدقيق ده. نوع الدقيق ده نوع حلو، انا جايباه ب17 جنيه. في المحلات برا بيتجاب ب20 جنيه. انا جايباها تعتبر من مكان كده بيبيعوا الدقيق بس، المطاحن. نوع الدقيق ده نضيف قوي، ده اللي بعمل بيه كل المعجنات. يعني بتجيبوا الدقيق من مكان انتوا واثقين فيه. انا هنزل ب6 كيلو دقيق، عشان لو يوم انا ما عنديش عيش بلدي او كده، يبقى موجود عند القرص في التلاجة، العيال تقوم تفطر بيها او تتعشى بيها. ودي بقى اللبن اللي انا كنت مخمراه، هنزل بقى كلها يلفه مع الدقيق. ولسه برضو القشطة واللبن دول هاخدهم برضو اللي في الطاجن ده، احط عليهم شوية مية كده سخنين، وهنزل عليهم برضو على الدقيق. ان انا لسه هحتاج اصلا شوية كمان مية، بس مية دافية. اهم حاجة تعجني الدقيق كويس وتلملم اي دقيق. الدقيق دلوقتي غالي مش رخيص. بص الطبق طالع معايا ازاي. ايه كده اقلبه كويس. اهم حاجة تعجني حاجة كويس، تلاقي العجينة كده ايه، طرية معاكي ومش بتلزق برضو. يعني كلها ثابت من ايديا دلوقتي. بقلبها من فوق ومن تحت لغاية ما الدقيق كله يدمج مع السمنة ومع اللبن مع كله مع الخميرة. بص، بص اللي عاملة ازاي العجينة، ما شاء الله عليها. خلاص كده انا هقلبها كويس تاني كده، اديها كمان لتتين كده. وبعدين هغطيها بكيسة، حاجات بسيطة في البيت وتبقى موفرة في ظل الأيام اللي احنا فيها دي. غني وفقير بيشتكي من الأيام اللي احنا شايفينها اليومين دول. ربنا يسهلها لنا كلنا جميعا يا رب، أمة محمد كلها. بص خلاص العجين خمر معايا اهو. بص العجينة جميلة ازاي وما بتلزقش.
انا هقطع بس اعمل الصينية دي، صينية العشاء دي، هقطع الصينية دي حبة حبة كده، هقطعهم عشان افرد على طول في الصينية. صينية اللي ادخلها الفرن، ان انا ما عنديش غير صينية واحدة ألمونيا اللي بدخلها الفرن. السجان كلها عند اختي الكبيرة، وانا مينفعش ان انا اصحيها دلوقتي. بتقطعيها بقى زي ما انت عايزة، ممكن تقطعها اصغر من كده، بس انا بقطعها عشان انا عامل الكيس يعني 10 قرص في كيس واحد، يكفوهم يومين. اللي عايز يفطر منها يفطر، اللي عايز يتعشى منها يتعشى. بتبقى سهلة، هي الواحدة اللي تعتبر قرصة هي بتشبع يعني، ما شاء الله عليها. وما خدتش مقادير كتير خالص. الطريقة اللي انا عملتها ولا بسمسم ولا بشمر ولا بأي حاجة، اكتر من الزيت والسمنة اللي انا حطيته قدامكم. عمل معايا كمية عيش محترمة، يعني دول يعني كفوا الشهر كامل. ما شاء الله الحاجة كانت طالعة جميلة، والعجينة كانت زي الفل جميلة خالص. انا كنت شغالة الساعة 2 بالليل. بص بقى، يعني انا خلاص كده هي خمرت معايا، ارتاحت العجينة. هفرد بقى زي ما انا عايزة. انا مش هفردها قوي عشان تطلع كويسة معايا زي اللي احنا بنشتريها من برا. انا كنت وانا بجيب النهاردة الدقيق وكده، لقيت النهاردة كنت بسأل عن السمك، لقيت السمك بقى ب55 جنيه البولتي. يعني البولتي ده يعتبر أكتره أصلا، أكتره مش بحاري، وأكتره متهرمن أصلا، ولقيته غالي، يعني مستاهلش الغلو ده كله. بس كده أنا فردت الصاج ده، هدخله الفرن. بصوا هو كده ايه، دخلته ما خدش وقت عشان كنت مشغله الفرن يسخن. بص الحاجة عاملة ازاي. صراحة القرص ما خدتش معايا وقت عشان كانت خمرانة، وكان كل مقاديرها مظبوطة. انا قعدت بقى افرد الحاجة دي، وما شاء الله يعني انا عملته اكياس كده، سبته اما برد لتاني يوم وعبيته كله في الأكياس. دي حاجة موفرة تعملها في البيت، ويعني تفطروا بيها وتتعشوا بيها. يعني اسهل طريقة للقرص، يعني ولا بشمر ولا بسمسم ولا بأي حاجة ولا بينسون. وحاجة حلوة برضو في البيت، يعني لو مفيش عيش بتلاقي القرص موجودة. ولا قرصة صراحة، ما بقبتش معايا، كله قب معايا القرص كلها. ما شاء الله. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة، حاجات بسيطة وخفيفة وموفرة في البيت كمان. انا بعمل حاجات اقتصادية عشان برضو الواحد اصلا، كل الغني والفقير بيشتكي من ظروف اليومين دول اصلا، الحمد لله. بصوا القرص عاملة ازاي، ومش دسمة، عشان انا عاملاها خفيفة خالص، ومش مكترة ولا زيت ولا سمنة زي ما انا مورياكوا كده. يا رب يعجبكم فيديو النهاردة، واشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة.